حصل قنبله، حصل اقبال تاريخي على العربيات. كده كده العربيه بتبيع، فلما جت النسخه دي الناس كلها جريت وراها بقوه اكبر من نسخه الخليج بسعر اقل من نسخه الخليج. تقدر تمشيني بالتفويله الواحده 1200 كيلو. قلت انا لو بشتري عربيه في الفئه السعريه دي. حبايبنا مساء الفل، ايه الاخبار؟ الجيتور التي 2. الجيتور التي 2 اتغيرت خالص عن النسخه اللي فاتت. النسخه اللي فاتت كانت بنزين 1500 سي سي 183 حصان. ناس كتير كانت عايزه الجيتور التي 2 بس بقوه اكبر، عايزه اداء اعلى. النهارده الجيتور التي 2 بتطلع 3 اضعاف القوه، بتطلع 610 نيوتن و375 حصان. طبعا ده نقل تجربه القياده في حته تانية خالص. احنا النهارده هنركز على تجربه قياده جيتور التي 2. مش هركز على العربيه كمجمل لان العربيه بقى لها سنتين، كسرت الدنيا، بايعه، منتشره، ماشيه في الشارع بقوه وناجحه. فاحنا جايين بس نشوف ايه اللي غير. يلا بينا. طيب هل حصل تغييرات في الشكل؟ ما حصلش تغييرات في الشكل، بس في حاجات اتضافت. فاتضاف عندنا الاضاءه دي، الاضاءات الاماميه قدام في الاصطدامات، واتضاف لايت شو بيحصل للعربيه وانت داخلها او انت خارجها، او انت ممكن تشغل لايت شو مخصص من الشاشه من فوق. اما من الجنب فاتضاف برضو اضاءات هنا في الرفارف، مديه شكل جمالي حلو قوي للعربيه وهي واقفه كده. واتضاف الجنوط اللي بمقاس 20، ودي هنتكلم عنها واحنا ماشيين على الطريق. مش بس جنوط، هي كوبري الجنط ادى ثبات اكتر للعربيه وتماسك احسن على الطريق. طبعا العربيه شكلها بوكسي شيب، احنا حافظينه، مميزه جدا، بتمشي في الشارع كلنا بنبص عليها. اللي مش مالك للعربيه دي بيحب دايما يشوفها، يتفرج عليها، بيحبوا يتصوروا جنبها. ليها حضور قوي وسط لاعيبه الكوره والمشاهير والفنانين والمغنيين والكلام ده كله. تلاقي الواحد من دول عنده عربيه بريميوم لاكجري، حاجه يعني فاخره، وعنده دي برضو معاه بتتحرك بيها في المناسبات والكلام ده. وعندي هنا اتضاف لوجو بلاجن هايبريد الكتريك فيكل. العربيه دي شغاله بتكنولوجي الاي دي ام، ده اللي لسه هنشرحه واحنا ماشيين. فهي بلاجن هايبريد او سوبر بلاجن هايبريد. من ورا ما عندناش اعتقد حاجه جديده، مش شايف حاجه جديده في العربيه، هي نفس الشكل الحلو اللي بنحبه برضو، نفس الكلام. الاستبن الكبير او غطا الاستبن الكبير قوي اللي راسم العربيه شكلها ما اتغيرش. الابواب دي سوفت كلوز، الباب الخلفي للشنطه بيتقفل سوفت. بصراحة العربية يا جماعة شكلها ولا غلطة، حلوة من كل الزوايا وحلوة من كل الاتجاهات. تعالوا بقى، مش هنتفرج على المساحات جوه، يعني قلنا دي عربية معروفة، فأنا مش محتاج أبص ورا على الكنبة ولا نتفرج على المساحات ولا الكلام ده. عربية واسعة وكبيرة وكلنا عارفينها. فتعالوا بقى نطلع نجرب العربية على الطريق ونشوف ال 375 حصان دول بيجروا ورا بعض إزاي على الطريق. قبل بقى ما نطلع نجرب ناخد فاصل ونتفرج على جمال العربية من بره ومن جوه بعد إذنكم يا شباب وحبايبنا. يلا بينا. التي 2 الاي دي ام السوبر بلاجن هايبريد. بصوا يا جماعه عشان تعرفوا بس الموضوع ابتدى ازاي. نسخه البنزين العاديه نزلت ال 1500 سي سي التيربو ال 183 حصان عادي، عجبت الناس كلها اشتريتها، مشيت في الشارع، انتشرت وكان ليها حضور قوي. لكن كان في ناس حبت العربيه بزياده قوي، فحب العربيه تطلع منها اداء قوي. عربيه التي 2 النسخه العاديه ما كانتش مميزه قوي في السفر، كان العربيه في السفر اخرها 150 160 لو انت بتدوس قوي يعني. فالعربيه ما كانتش مميزه قوي، فالناس حابه تطلع من العربيه دي اداء. الناس طلبت من الوكيل يجيب نسخه ال 2000 سي سي التيربو اللي هي موجوده في الخليج خصوصا في الامارات، مكسره الدنيا. انت بتخش، الناس اللي بتروح الامارات تخش اي شارع في الامارات تلاقي تي 2، اي شارع، الوان واشكال بقى وفئات وكل حاجه. فقال لك احنا عايزين النسخه القويه دي عشان اتحرك بيها على الطريق. هنا في معادله صعبه، اجيب لك ال 2000 سي سي، اجيب لك عايز ال 265 حصان، ماشي، هتدفع؟ لا. ما هي دي بقى المشكله بقى، هتدفع الجمارك والضرايب وتدفع كل ده. العربيه كان سعرها هيخش على ارقام عاليه، ضعف السعر، داخل على 4 مليون وارقام كده كبيره، 3 وشويه. مين اللي يركب تي 2 بالرقم؟ فالقصراوي جروب راحوا فكروا، قال لك في تكنولوجي عند مجموعه شيري اسمها الاي دي ام السوبر بلاجن هايبريد. اجيب التكنولوجي دي على التي 2 والناس تركب التي 2 بقوه اكبر من نسخه الخليج بسعر اقل من نسخه الخليج. فجاب العربيه ال 375 حصان، ال 610 نيوتن، دفع امامي للعجلات. دي مشكلتي، كان نفسي تبقى دفع كلي بس طبعا اغلى.
لكن دفع امامي على موتور 1500 سي سي تربو برضه عادي، مع موتور كهرباء مع بطاريه تمشي العربيه. طبعا العربيه دي اي دي ام انتليجنت دول مود، بتتحرك في الشارع بطريقتين بذكاء، طريقه بنزين وطريقه كهرباء، هي بتبدل ما بينهم حسب الاحتياج بدون تدخل منك، عشان كده اسمه انتليجنت دول مود. العربيه النهارده التي 2 لما بتطلع ال 375 حصان وال 610 نيوتن وما بتدفعش الضرايب والجمارك الكبيره، اتقدمت بسعر اغلى من النسخه العاديه ب 250 الف جنيه بس. طبعا حصل قنبله، حصل اقبال تاريخي على العربيات، كده كده العربيه بتبيع، فلما جت النسخه دي الناس كلها جريت وراها. فانا بنقل لك هنا تجربه قيادتي للنسخه الاسطوريه القويه اللي معايا دي، مش جاي اركز على العربيه قوي لان العربيه كلنا حافظينها. طيب العربيه دلوقتي يا جماعه تقدر تمشيني بالتفويله الواحده 1200 كيلو، دي ارقام رسميه بتقولها الشركه. اقدر اجيب الارقام دي بس في ظروف قياده معينه، لازم تبقى ماشي بقى 70 80 وبتاع ومثبت سرعه، الدنيا كانت تمام، تجيب ال 1200 كيلو بالتفويله الواحده. لو انا بستخدم البطاريه لوحدها قادره تمشيني لحد 140 كيلو، دي برضو الارقام الرسميه من الشركه، ولكن بقى في ظروف عندنا هنا وسواقتنا، قول لو انت مفول البطاريه للاخر تمشيك 100 كيلو مرتاح. 100 كيلو ده مشوارك اليومي وزياده، مفيش حد بيمشي 100 كيلو يعني في اليوم. احنا يعني عندنا هنا جوه القاهره، ما في، هي القاهره كلها يعني، ما لو رحت اقصى مشوار مش هتجيب ال 100 كيلو، فتمشيكوا كل يوم تحطها على الشاحن. طبعا جيتور بتديك شاحن هديه مع العربيه، فانا اصلا مش محتاج موتور البنزين ده في حاجه. انا لو كل يوم خدت الشاحن الهديه شحنت بيه كل يوم، انا همشي ال 100 كيلو مرتاح بتوعي، مش محتاج البنزين في حاجه. البنزين ده يشتغل وقت السفر. الموضوع اضافه البطاريه للعربيه اداها ثبات هايل، وزن العربيه زاد 500 600 كيلو، فرق مع العربيه النهارده بقت فوق ال 2 طن، وده شيء ما كانش موجود. العربيه اللي فاتت كانت مش عارف طن 600 طن 700، فطبعا لما زاد الوزن ده بسبب البطاريه ادى العربيه ثبات وتماسك على الطريق رهيب. انا سافرت بالعربيه دي من القاهره لاسكندريه صد رد عشان اجرب العربيه على السفر، كان لازم اسافر بالعربيه، كان لازم، لان زياده الوزن ده كان لازم اجربه على الطريق. جبت بالعربيه سرعات كبيره جدا، وصلت ل 200 كيلومتر في الساعه، والعربيه ما بتتحركش شعرايه عن مسارها وعن اتجاهها، ثبات هايل. لكن طبعا لو جينا نتكلم عن النقاط اللي احنا نتمنى ان هي تتحسن، وهي مش هتتحسن لان دي بوكس شيب واس يو في، طبعا في العربيه فيها بادي رول، العزل الصوتي مش احلى حاجه على السرعات العاليه، ده طبيعي، وهي كده واحنا بنحبها كده والناس شارياها كده والناس عارفه كده، هي كده تمام. جيتور بقى بتاخد الموضوع لحته تانية. التيتو دلوقتي بقى بيجي معاها ساعه ذكيه سمارت ووتش، الساعه دي بتعمل كل اللي بتعمله السمارت ووتشز العاديه اللي احنا بنلبسها، بس دي ساعه جيتور ليها علاقه بالعربيه. بنفتح ونقفل منها العربيه، نشغل الموتور عن بعد طبعا، ندور العربيه، نشغل التكييف قبل ما نركب العربيه، نعرف مكان العربيه لو احنا راكنينها في مكان ومش عارفين نوصل لها، تهنا منها، نقدر نشوف مكانها من على الساعة، نستقبل نوتيفيكيشنز وتنبيهات عن حالة العربية، زي الأبواب مثلا حاجة مفتوحة، حاجة حصلت، فردة نامت، أيا كان. ده غير بقى وظائف الساعة العادية، الوظائف الحيوية، قياس نبضات القلب، حرقنا كام كالوري، مشينا كام خطوة. ساعة عبارة عن حياتك، ساعة ليها علاقة بعربيتك وليها علاقة بوظائفك الحيوية، بتتوصل بالموبايل وتتوصل بالعربية، الاتنين مع بعض. كان عندي تعليق على الساوند سيستم بتاع العربية، الساوند سيستم ده 12 سماعة سوني، ما كانش عاجبني في العربيه اللي معايا دي. كلمت عمر عصام صاحبنا بلوجر عربيات بيجرب عربيات، هو اشترى التي 2 الاي دي ام لنفسه، قلت له انا عايز اقابلك، لازم اجرب السماعه عندك، لان السماعات عندك، لان السماعات مش عارف مالها في النسخه دي تيست درايف، فطبعا ناس كتير ركبتها وبتاع، فممكن يكون مش عارف بقى. رحت عنده لقيت الساوند سيستم تحفه، تحفه، من احلى الساوند سيستمز اللي جربتها السنه دي، تحفه. نظام التعليق بتاع العربيه ما عنديش عليه ولا تعليق، العربيه مريحه، عفشه ناعمه وطريه، وده ما يديش لشخصيه العربيه دي، العربيه هيبه كده وفاهم وتخض يعني، فطبيعي العفشه تبقى انشف. لا العربيه ناعمه ومريحه، كرسيها كمان بالنسبه لي مريح، لان زي ما بقول لك ده مش المتوقع، كان المتوقع نشفان وعدم راحه، لكن الكرسي مريح. الكرسي اللي احنا قاعدين عليه فيه تبريد، هو كهرباء بيتحرك في 6 اتجاهات، في ميموري، فالكرسي مليان. الحزام البرتقاني والانتيريور بشكل عام الشيك اللي لونه اخضر زيتي، كل حاجه مخضره، الحزام البرتقاني اللي بيليق على اي حاجه انت لابسها، زي ما هو لايق على التيشيرت اللي انا لابسه، بيليق على اي حاجه انا بلبسها. لسه العربيه محتفظه بنفس الهيبه والرونق بتاعها وهي ماشيه في الشارع، مع انها انتشرت، بس لسه وانت ماشي الناس بتبص لك، ولسه الناس معجبه بالعربيه،
لسه في ناس بتحب تتصور جنبها، لسه ليها هيبه بتاعتها. هي العربيه دي حاله، لو انت هتشتري العربيه التي 2 انت بتشتري حاله، عامله زي المرسيدس الجي كلاس. انا اصلا عمال بقى انا شايل هم العربيه دي لما ينزل لها موديل جديد او ينزل لها فيس ليفت. يا ترى هيعدلوا ايه ويصححوا فيها ايه؟ هي العربيه جامده كده والله. يعني العربيه دي مش محتاجه، انا رايي تفضل العربيه زي ما هي كده، زي الجي كلاس بتاعت مرسيدس، هي كده بقالها سنين. لو لعبنا في حاجه ممكن تبوظ مننا، احنا عايزينها كده. امتى تشتري العربيه دي الاي دي ام، وامتى تشتري نسخه البنزين العاديه؟ انا بتكلم عن نفسي، لو انا نازل اشتري التي 2 دلوقتي فانا هنزل اشتري الاي دي ام. انا خلاص انا مش محتاج النسخه العاديه في حاجه، لان انا لو محتاج امشي بالراحه وهي النسخه العاديه بتاعت كده فانا اقدر امشي هنا بالراحه. لو احتجت اداء هتديني هنا الاداء، التانيه مش هتدوني. فانا اشتري العربيه دي خصوصا بعد اضافه الجنوط ال20 والاضاءات اللي فرجتكم عليها والاداس. العربيه هنا بقى فيها اداس، بقت بتمشي في الشارع بقياده شبه ذاتيه، ادابتيف كروز كنترول، لين كيبنج اسيست، امرجنسي بريك، شغال بدقه، موس حامي، عربيه بتفرمل لو حست باي حاجه. فهنا اتضاف حاجات تخليني اروح ليها، خصوصا ان السعر اللي فرق ما بقاش كبير، 200,000 جنيه 250,000 جنيه. ده مش رقم على الثلاث اضعاف القوه، مش رقم على الاداس، مش رقم على التجربه والوزن اللي زاد والتجربه الحلوه اللي انا حاسسها دلوقتي. وخصوصا انه مش رقم كمان بالنسبه للي بيشتري. اللي احنا ما بنتكلمش على عربيه ب 800 ولا عربيه بمليون، احنا بنتكلم على عربيه في رينج ال 2 مليون. فاللي معاه 2 مليون هو معاه 200,000 زياده يدفع وياخد تجربه احسن. فسعر العربيه دي النهارده بتاريخ اليوم 2 مليون 150. سعر تحفه طبعا على اللي بتقدمه العربيه، والاسعار بتتغير من وقت للتاني، وارد تتغير بعد ما الفيديو ده ينزل. فتابعوا تحديثات الاسعار على موقع ايجي كار، تحديثات اول باول، وطبعا منصات موقع ايجي كار على السوشيال ميديا، انستجرام، فيسبوك. ده الموقع اللي انا شخصيا بعتمد عليه في المواصفات والاسعار. اتكلمنا عن تجربه القياده، اتكلمنا عن الحاجات اللي كان نفسنا ان هي تتظبط، بس ما انت هتعمل ايه؟ ده بوكس شيب، هو كده بادي رول، عزل هوائي معروفه، هو كومبو مع بعض. فتره الضمان بتاعه التي 2 الاي دي ام 10 سنين او مليون كيلومتر، فتره كبيره جدا بضمان القصراوي جروب. ضمان طبعا ما سمعناش عن مشاكل، حتى لو حصل لحد عيب صناعه ولا حاجه بيتحل في ثانيه، ما فيش حد بيتكلم. طبعا العربيه دي اتعمل عليها ابحاث كتير في الاختبارات الامان، واتعرضت للتصادم واترمت من فوق طياره وحاجات بقى كتير. اصلا 80% من جسم العربيه دي فولاذ عالي الصلابه، اكتر من 80% من جسم العربيه فولاذ عالي الصلابه. انت متخيل النسبه، متخيل الرقم؟ فطبعا حاجه تحفه يعني عربيه. انا اتكلمت كتير مش عشان بجربها والله، قلت الجمله دي كتير قوي، قلت انا لو بشتري عربيه في الفئه السعريه دي هتكون هي الجيتور التي 2. خلاص، خصوصا بقى بعد الاي دي ام، خلاص هو اختياري الاول في الحته دي في السعر ده. دي كانت تجربتنا السريعه للتي 2 والاي دي ام. كان معاكم محمد الباشا، واستنوني في فيديوهات تانية كتير، وقولوا لي محتاجين نجرب عربيات ايه الفتره اللي جايه. يلا سلام.